صباح الخير والبركة، صباح يوم جديد. في قلبي قوي أشارككم في إنجيل يوحنا وأصحاح 5. مكتوب عن رجل كان مريض وليه 38 سنة. الراجل ده مش كان مريض وبس، ده كان مريض وقعدته كلها مع المرضى، وكان السبب المرض بتاعه كان صعب قوي. كان سبب المرض بتاعه الخطية. لكن الشيء الرائع والجميل، حتى لو طال وقت المرض، أو حتى لو قعدتي مع المرضى فبسمع المرض وكلام المرض، عايز أقولك بكل قلبي يسوع جاي، يسوع شايفك، يسوع علم إن ليك زمن، والزمن ده مليان بالوجع والألم والضيق. لكن عنده سؤال ليك، عنده سؤال ليكي: أتريد أن تبرأ؟ عندك استعداد تسامح نفسك؟ عندك استعداد تسامحي نفسك؟ عندك استعداد تغفر لنفسك؟ في قيود تتفك النهاردة، في ربط تطلق النهاردة. أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز ولا محبوس في اللي أنت فيه؟ الراجل طلع اللي جواه وقال له: في الحقيقة بسبب المرض وبسبب الخطية وبسبب الكلام اللي بسمعه اللي مليان مرض، عايز اقولك ما بقاش لي انسان، ليس لي انسان. لو مالكش انسان النهاردة، لو الكل تخلى عنك، او عايز اقولها لو انت تخليت عن الكل ومش قادر ولا عارف ولا سامع ولا قادر تسمع كلام حد، يسوع جاي لك النهاردة. رآه وعلم أن له زمنا كثيرا. أتريد أن تبرأ؟ أنا أؤمن في اسم الرب يسوع لما هتطلع اللي جواك في نقلة في حياتك النهاردة، وحياتك هتحدث. قم احمل سريرك وامشي في اسم الرب يسوع. السرير اللي 38 سنة اللي زهقت منه واتعبت منه وكان شايلني، جاي الوقت النهاردة اللي فيه بستقبل حرية حقيقية. ببطل كل كلام مرض أسمعه، كل قعدة كلام سلبي أسمعها، كل مكان بنتظر فيه وأتوقع أمور، لكنني أقوم واحمل السرير اللي كان حاملني. أقوم منتصرا غالبا في قوة بتعمل في أعماقي وداخلي. أنا بستقبلها ليك وليكي أختي العزيزة. الشيء الجميل، الراجل ده رجع الهيكل مرة تاني لأن الرب يسوع كان اعتزل. سأله سؤال، قال له: أنت الذي برئت؟ قال له: نعم يا سيد. قال له: لا تخطئ لئلا يكون لك أشر. أنا في روحي كلمة قوي عايز أقولها لناس كتيرة موجودة. أخويا وأختي، ما ترجعش مرة تاني، ما ترجعيش مرة تاني. خد الخطوة وتحرك بيها لقدام، خد الخطوة وما تبصش لورا. أنا بصلي من كل قلبي نقلة جديدة وسرير يحمل، تتحرك منتصر، تترك مكان المرض، تترك كل دايرة فيها كلام سلبي، وتسمع كل الآهات والأوجاع والألام، لكن يكون في تسبيح ومجد وحرية. يومكم مبارك. خلونا نصلي لأجل بعض. القصة عاطف رشدي.